الناس اللي مش بتنجز مفكره ان اول رد الاي اي بيرد عليك هو احسن رد، لو ما ردش احسن رد يروح يفتح شات تاني ويكلمه من تاني وهكذا. ليه في ناس لما تيجي تستخدم الاي اي بتوصل لاسرع نتائج ممكنه، وناس لما تستخدم الاي اي بتتعطل اكتر وممكن يقول لك ده اغبى حاجه استخدمتها. الفكره كلها علشان خاطر الاي اي بيتعامل بطريقه ربط الكلام ببعضه. فمثلا لما تيجي تقول له السلام عليكم، هو المفروض يكون عارف ان الرد اللي هيرد عليك ويقول لك وعليكم السلام. هو في النهايه كمل السياق او رد على السياق بفكره انه ربط كلمه السلام عليكم بالتحيه، وانه المفروض يرد عليك نفس التحيه، بالتالي بيشتغل بهذا الاساس. فلما تيجي ناس مثلا معينه من الناس اللي هي بتتعطل جدا في استخدام الاي اي، تقول له مثلا لخص لي الملف كذا، من غير ما يوضح له الملف ده بتاع ايه، ولا يلخصه ازاي، ولا النقاط بتاعته عامله ازاي، ولا كل التفاصيل دي، وبالتالي انتاجيته بتتعطل. مثلا لما يجي يطلب منه حاجه معينه فيقول له مثلا وضح لي النقط 1 2 3 4 وليه انا عايز النقط دي تبقى واضحه وكذا. ده الشخص اللي بينجز. اما الشخص اللي مش بينجز يقول له مثلا اعمل لي كذا كذا، فهو مفكر انه موظف سحري فاهم كل حاجه، هيفهم هو قصده ايه اصلا او هيفهم هو نيته ايه. ولكن الاي اي مش بيشتغل بالطريقه دي، لازم توضح له كل نقطه بالتفصيل الممل علشان يقدر يساعدك ويوصلك لافضل نتيجه ممكنه. في مثال كمان، الناس اللي مش بتنجز مفكره ان اول رد الاي اي بيرد عليك هو احسن رد، لو ما ردش احسن رد يروح يفتح شات تاني ويكلمه من تاني وهكذا. بس في حاجه اسمها iterative refinement لو قرات عنها، ودي بنناقشها او بنناقش التكنيكس دي ازاي تعمل احسن انتاجيه ممكنه في الاي اي او باستخدام الاي اي بشكل عام في الكورس اللي انا عامله. هسيب لكم تفاصيل اكتر تحت الفيديو تقدر تشوفها. الفكره بقى كلها في الاتريتيف ريفاينمنت دي هي انك مش الصح ان انت تستنى اول رد للاي اي، لا، ده انت المفروض تقعد تكلمه شويه لحد ما يفهم قصدك بشكل احسن. دايما بيكون الردود الثانيه والثالثه ممكن تكون احسن بكتير قوي من الردود الاولى، وهي دي تريكات ازاي تنتج وازاي تطلع افضل كفاءه في الاي اي.